ما سر قوة حزبي البرزاني والطالباني؟ هل هو جهل الناس أم الإغراءات المالية؟ لا، ليس إغراءات مالية. يعني أولا هم أليس يقودون. الأكراد بعمومهم مسلمين؟ نعم، ولكن أولا يجب أن نفهم أن صحيح مسلمين، لكن الذي يقود نخبة علمانية قائمة لها جذورها، لها أصولها، لها تاريخها. ثم هؤلاء لم يستحوا خلال تاريخهم، أصبحوا عملاء مرة لصدام، مرة لإيران، مرة لتركيا. أدخلوا الدبابات التركية مرة، أدخلوا الدبابات العراقية مرة، أدخلوا الدبابات الإيرانية مرة. اصطلحوا مع الدول الجوار وتقاتلوا فيما بينهم بأسلحة الجوار. فهم لا يستحون، ليسوا أصحاب مبادئ، لكن هم الآن متمسكين لأنهم ينفذوا مشاريع الغربيين وفي مقدمتهم أمريكا. يعني هم لما يستخرج البترول كيف يبيعوها؟ الشركة النرويجية اتفقت معهم، استخرجوا البترول، كيف يبيعوها؟ ما استطاعوا يبيعوها إلا إلى إيران، والإيرانيين قالوا نبيع لكم 5 ملايين، لكن بعد ما تدفعوا لنا 5 ملايين. 5 ملايين برميل أعطيت رشوة لإيران حتى يسمحوا بعبور 5 ملايين من بنجوين إلى داخل إيران إلى بندر عباس، وبيعت هناك $61 يوم كان بحوالي $90. يعني كل برميل يصدر تأخذ إيران مقابله برميل آخر، وهذا ليس كل وقت، حسب مزاجهم. طب ليش ما يبيعوا عن طريق تركيا؟ كانوا يبيعوا أيضا عن طريق تركيا، لكن ليس سهلا. تركيا لا تتعامل مع الأكراد كأحزاب مثل إيران. تركيا تتعامل مع العراق كدولة. لكن تعرف أيضا تركيا تعرف أنه نوري المالكي أو الحكومة في بغداد، الحكومة المركزية ما تستطيع أن تأتي إلى مناطق الأكراد وتقول أسيطر على بترولكم وأسيطر على. سنعود مرة أخرى إلى عام 1921 حيث أنشئ العراق، والآن 190,000 مسلح كردي. فليس من الأمر السهل حكومة مركزية ضعيفة مشلولة تحت الاحتلال وتقول آتي وأحتل بلادكم من جديد. والأكراد كيف يوافقوا؟ ما ممكن. فالقضية الكردية قضية جدا معقدة في كل أبعادها. ثم التدخل الدولي كان فقط تدخل إقليمي، وسرا إسرائيل أو بعض الدول الأوروبية. الآن علنا الكل يدخل. الآن فقط مثل القنصليات القديمة التي كانت أو السفارات القديمة التي كانت في الرجل المريض في السلطنة العثمانية أيام سلطان عبد الحميد رحمه الله، كل قنصلية بعد فترة تصبح ممثلة لحاكم إقليمي. وأكثر من 500 منظمة غربية تعمل في بلاد الأكراد، تعطي الرشوة لمسؤول، بعدها تبث برامجها، برامج زراعية حسب أهوائها، حسب إنتاجها، تدمير البنية التحتية، تدمير البنية التحتية الأخلاقية، تفكك الأسر. المهم يعني من هذه والأرض خصبة نعم، خصبة جدا، خصبة جدا. لأن هذا الجيل الكردي جيل لا يعرف معنى الحياة، جيل أمي بكل معنى الكلمة، جيل لا يعرف العربية، لا يعرف الفارسية، لا يعرف التركية، لا يعرف شيء من الإنجليزية. ثقافتها من أغاني والرقص الذي كل يوم يبث عليه بعشرات الساعات في التلفزيون، فهو لا يفهم شيء من الحياة. كل الذي يفهمه يرقص للون الأصفر حزب الديمقراطي، ولا يرقص للون الأخضر جماعة طالباني. ولذلك التجهيل الذي هم عملوا، رغم أنه وجود جامعات عريقة في بلادنا ونخبة مثقفة راجعة أيضا من بلاد أوروبا. يعني الآن على الأقل في الأكراد، أكرادنا جيل الماضي كان في مثقفين مثل الفلسطينيين. الفلسطينيين وين ما يكونوا مثقفين، لأنه أيضا فسح لهم مجال، درسوا، اهتموا بأنفسهم. طبعا ليس مثل الفلسطينيين تماما، لكن أيضا فيهم نخبة مثقفة عادوا إلى الكيان الكردي. لكن الكيان الكردي كيان هش، كيان مثل ما يقول ماركس برجوازي سارق. كلهم تكلموا باسم القومية الكردية ومظلمة الأكراد، ولما وصلوا صاروا برجوازيين يمتصوا خيرات الناس ويمتصوا حتى ما في جيوب الناس. فئة مستغلة، فئة حاقدة على الإسلام، فئة لا تفهم حتى جذورها، حتى قيمها. لأن تعرف الرؤية الفلسفية يقوم عليها خطاب سياسي، وعليهما تأتي القيم. فالآن ضاعت قيم الأسرة وقيم الكبير والصغير في المجتمع الكردي. الآن تخيل بائعات الهوى والشركات التي تأتي بالنساء لتجارة الجنس
أكثر من سوريا ولبنان والأردن معا. في السليمانية وحدها أكثر من كل بلاد سوريا. أنشئت شركات تأتي بنساء من سريلانكا، من تايلاند، من مصر، من لبنان، من بلاد أخرى، من العراق. السياح الأجانب يعني ولا الاستهلاك المحلي؟ الاستهلاك المحلي، ونعوذ بالله. يعني وزير الزراعة، وزير الصحة يعترف في التلفزيون يقول عندنا فقط في الدهوك 700 مومسة أجنبية وهي الرسمية، وهو يقول بافتخار نفحصهم كل 15 يوم، وإذا صار عندهم مرض نرسلها إلى بلادهم. والله إنجاز هذا. وفي الوقت الذي تدك قرانا من قبل الجيش التركي ولا الجيش الإيراني، والناس يصرحوا ويمرحوا ويتخلوا عن كل ثوابتنا القومية الكردية، ويتخلوا عن كل قيم، في سبيل ماذا؟ في سبيل جورج بوش. صاروا جنودا بلا حدود، قتلوا في الضلوعية، قتلوا في مقبرة الشهداء في النجف، حاصروا فلوجة مثل هؤلاء الطواغيت والجبابرة، وتركوا إرثا ثقيلا من العمالة للجيل الذي يأتي بعد. والكل عندما يتكلم كما قال الشاعر: كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. الكل يتكلم بالديمقراطية وحقوق الإنسان. والغريب أنه كان وزير لحقوق الإنسان عند حزب الديمقراطي، وزير لحقوق الإنسان عند حكومة جلال الطالباني في السليم، ووزير لحقوق الإنسان في بغداد. 3 وزراء لحقوق الإنسان والناس ضايعة بينها، ولا يوجد حقوق للإنسان. نعم. التعذيب، وسائل التعذيب التي كانت موجودة عند حزب البعث موجودة في أربيل والسليمان. هذا بالإضافة إلى السجون غير الرسمية. يوجد سجن أمريكي يشرف عليه الأمريكان وابن جلال الطالباني، ويوجد توجد سجون تشرف عليها الحكومة الكردية عند الطالباني أو في السليماني أو في أربيل، وتوجد سجون أخرى تشرف عليها أحزاب نفس حزب الديمقراطي ونفس جلال الطالباني، يشرفون على سجون أخرى هي ليست رسمية. نعم، ليست رسمية، رغم أن الرسمية أيضا ما لها قيمة، لأن الرسمية أيضا هي حزبية، ويتعذب الناس فيها ويختطف الناس إليها. مأساة هذه. مأساة يعني هناك تراجع على كافة المستويات، تراجع كامل.